الكلمة الآن إلى السيد إسماعيل قوادرية. الرئيس، تفضل. السادة الوزراء، الزميلات زملاء النواب، السلام عليكم. أولا كي قرينا الملاحظات نتاع مجلس المحاسبة، يعني واحد الملاحظة بسيطة، ولكن هذه راهي تمثل تسيير كامل نتاع الشؤون الاقتصادية نتاع الحكومة. هذه الملاحظة مادام هذه الحكومة من حيز بدات بلادنا تعيش الأزمة نتاع الأزمة نتاع الانهيار تاع الأسعار تاع البترول، تتباهى وفي تصريحات كامل في الخرجات نتاع الوزراء يتكلموا على تطوير الطاقات المتجددة. وفي الملاحظة نتاع مجلس المحاسبة يقول لكم في الملاحظة في المضمون يقول لكم باللي الحساب 131 302 تاع الصندوق الوطني للطاقات المتجددة لم يستعمل منذ إنشائه سنة 2010، كما أن الوزارة لم تضع برنامج لتجسيد الأهداف المسطرة الاستراتيجية طويلة المدى للطاقات المتجددة، بالرغم أن الدولة وضعت هذه الاستراتيجية لسنة 2030. وش يجاوب الوزير؟ الوزير يقول باللي عدم تشغيل هذا الحساب بسبب عدم إصدار نصوص تطبيقية المتعلقة بالإيرادات والنفقات وكيفية المتابعة والتقييم. فهمونا ربي يعيشكم مع الوزير، فهمونا. هذا ما السير تاع أمة، وتتكلموا على تطوير الطاقات المجددة، وهذا حساب حصلتوا فيه. نقطة ثانية معالي الوزير، فيما يخص عدم التحصيل الجبائي، سنة 2012 9400 مليار دينار، سنة 2013 9900 مليار دينار، والفارق 500 مليار. يعني هذا السنة هذه العام الجاي تولي 1000 مليار، سنة 2015 تولي 1500 مليار، سنة 2016 تولي 2000 مليار. يعني هذه 2000 مليار انتم تعرفوهم من تجيبوهم، وتعرفوا الناس هذوما تعرفوهم، ولكن باش تجيبوهم مع الوزير لازم تكون عندكم الجرأة، لازم تكون عندكم الشجاعة السياسية، لازمكم ترجعوا للمدرسة تاع هواري بومدين. قررنا هذا 500 مليار الفارق هذا يعني او نقضيه نسبيا، يعني عندنا مشاريع اللي جمدتوها يعني نعاودوا نفعلوها. والدليل على هذا مثال نعطيك، قبل ما نرجع ندير الاسقاط، يعني الولايات كل نقسموا هذه 500 مليار على 24 ولايه، عندك حوالي 12 مليار. 12 مليار نفعلوا الملفات اللي جمدتوها مع الوزير. مثلا انا نتكلم ندير اسقاط على ولايه قلمه، ويا سلام على ولايه قلمه، راكم مهمشتونا مع الوزير. القضيه تاع الطريق الوطني رقم 20، الربط بين قلمه وقسنطينه، من سنه 2012 وانتم تمدوا في الوعود. يعني نهضر للحكومه، الوزراء كامل اللي يجيو لزياره القلمه انا راح نسجلوها، انا راح نسجلوها، انا راح نسجلوها ليومنا هذا. وهذا الطريق او داخل في الاستراتيجيه نتاع النمو، يعني لي بروجي ستركتورون سي لو راي، سي لي دوبل فوا، سي لي زوتوروت، سي لي روت اكسبريس. هذا هم معالي الوزير. انا زدنا راسلنا يعني نهضر لك انت ماكش تلمعني بالقطاع، ولكن راك تمثل الحكومه. راسلنا سؤال كتابي زاد ازيد من عام ما جاوبوناش فيما يخص هذا الملف. الملف الثاني قضيه طريق السيار قلمه عنابه، هذا كونسورسيوم تاع 4 انتربريز. انا كنائب درت تحقيق ومن حقي الرقم المشروع هذا، يعني في تاخر هذا المشروع لي ديري دو رياليزاسيون 24 موا، احنا في 16 موا ومازالوا في الديكاباج، فك المسالك. واللي حاكم المشروع او من واحد معروف في الساحه لهنا كيسمع بيا كنائب خرجت وقاعد نحقق في الملف، قال لهم ما عنده ما يدير، قال لهم اني عندي علاقات الفوق خلاص. اما فيما يخص معالي الوزير القضيه تاع القطاع الصناعي، القطاع الصناعي وين هي المخطط تاع الحكومه اللي ناقشناه هنا في المجلس المؤقر فيما يخص المشروع نتاع الفوسفات. الفوسفات تبيعوا فيه بريد 70 دولار طن، والفوسفات لي زاسيد فوسفوريك معالجين 700 دولار. يعني هذا ملف خلي
خلينا من البترول وروحوا للفوسفات. كي كانت 110 دولار الباريل نتاع البترول ما درتوا والو، واليوم في ازمه. دقيقة تفضل. انا زرت تبسه وسوق راس في الحدود واد كبريت، ما كاين والو مع الوزير، بصح تصريحات الحكومه الملف ولي بلاتفورم ولا ريكيبيرين الفونسي تاع الزبا الى اخره، ما كاين والو. قضيه غرج بلاد كذلك، هذا الملف منذ سنوات وحنا نتكلموا عليه. يعني لكن تحاولوا تحوسوا على القطاعات بديله للبترول، كي كانت الدرهم ما درتوا والو ودرك في ازمه راح تفعلوا الملف تاع غرج بلاد اللي يطلب 20 مليار دولار. يعني نزيدك معلومه الاخيره، اسمح لي. هاو كي تعود الاراده فيما يخص القطاع تاع النسيج. قطاع تاع النسيج في سنه 2014 كان نقص 0.3 في نسبه النمو. كي الدوله كانت عندها الاراده واستثمرت يعني واهلت المصانع في اطار الشراكه وضخت اموال باش تاهل المصانع نتاع النسيج، في سنه 2015 نسبه النمو طلعت ل 11.1. هذه شكرا سي اسماعيل.